واحد صاحبي قبل كده مجنون يعني، بس الله يرحمه يعني الله يرحمه. كله بحاسب موتاكو، بس لازم احكي الموقف ده. مره كان شاري الكتريك من سوق الجمعه وقرر ان هو يخش يسرق بنزينه بالكتريك. ده الله وحياة يرحمه، ربنا. ده الله يرحمه بجد. هو عمل خطه، شاف الراجل اللي بيبقى واقف في البنزينه اللي بيقعد يدي فلوس ده، فهو قال لك بس اخش بالعربيه كهرباء واخد هو ده الفلوس. راجل كبير وقاعد بيبقى معاه فلوس كتير قوي وبيوقف بالليل، بيبقى آه. الناس التانية نايمه او هو بيبقى واحد او اتنين ودخل عليه واقفين. بالالكتريك. هو جاي يحكي لنا الخطه، بيقول لنا تعالى نعمل كده، بيقول لنا ابو فراوله ايه الاخبار؟ بصوا يا جدعان، من غير مقدمات كتير، ده فراوله. انا فراوله. اسمك الحقيقي ابو بكر. مش بكر؟ لا ابو بكر. اقسم بالله انا طلعت قلت له كده ابو بكر وقلت ده انت بتهزر وكده. لا ابو بكر. اسمي الحقيقي ابو ما بكر. شاء الله ده اسم جميل والله. ابو بكر. طبعا مش هنقول ابو بكر، خلينا في فراوله. ماشي. ابو بكر. فراوله يا جماعه شغال معايا وهو عنده 17 سنه. أيوة. وشاب حلو والله العظيم، كافح جدا. انا بحبه يعني. ربنا يخليك يا كريم. و... قلوب عند بعض شيء. واحنا بنحب نشجع الاجيال الجديده، ولسه كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا هنتكلم بقى الاجابه. هنعمل كونتنت ان شاء الله، وهشجعه يعني هو كمان يعمل كده. فاحنا هنتكلم النهارده عن صراع الاجيال او حرب الاجيال. هو احنا الفرق بيننا 17 سنه بالظبط، عندي 34 عن 17 سنه، يعني فرق جيل بني كامل. آدم. فهنتكلم بقى عن شويه حاجات، وهنلعب لعبه كده هتبين فعلا فرق الاجيال ولا الثقافات اللي بيننا. اول حاجه هنتكلم عنها خروجات المدرسه والكتاتان من المدرسه في الجيل بتاعك والجيل بتاعنا. هنبدا بيك انت مثلا دلوقتي لما كنتوا من المدرسه مثلا بتروحوا فين؟ انت خلصت مدرسه ولا لسه؟ لسه في ثالثه ثانوي. مش عارف ازاي انت عشان سته اهو. انا اولى 17 سنه دي كنت اولى جامعه عشان انا ما عدتش على سنه سته. انت سنه سته دي خرجت دي بقى يعني. الحمد لله. ماشي طيب، يعني انت كنت لسه المدرسه اكيد ولا بتروح ولا إيه؟ كتيت كم مره؟ كم مره اتهدى الصواب؟ كم مره؟ انا رحت كم مره؟ انا رحت المدرسه كم مره؟ كتيت كم مره، بس بعد كده بقى دخلت مبقتش بروح خالص بقى اللي هو ماشي ما علينا. ماشي خش طيب، لما كنت بتعمل ايه مثلا؟ تروح فين؟ اقول لك حاجه وأصحابك؟ حصلت معايا كنت فعلا. لوحدك ولا كنت مع اصحابك؟ كنت مع صحابي. لا ما كنتش لوحدي. يعني اقول لك حاجه حصلت فعلا ولا قول لي. حاجه حصلت فعلا. قول براحتك عادي. ماشي. حاجه حصلت دي كنت في 6 ابتدائي. ورايحين المدرسه انا وابن خالتي وبتاع. الكانتين دي كانت حاجه بالنسبه لنا يعني تقول زي خرجت من المدرسه وبتاع، ورحنا جبنا كشري وطعميه ومش عارف ايه وكلنا وروقنا على نفسنا. احلام البسطاء. وشربنا سجارتين في السنتر في الدور الخامس عشان ما حدش يشوفنا، وكان بتاع 17 لبانه ومفروض كده مقفل لمبه. بس دي كانت انت يعني فاكرها كويس وحاجه ايفنت دي حاجه ايفنت جدا. يعني هي مش حاجه انت بتعملها الريجولر بتاعك، مش ان انت على طول بتكون. لا مش الريجولر بتاعي. لا ما كنت على طول. بدات كنت على طول. والله انتوا جيل محترم. كنت لا ما كناش بنروح المدرسه فعلا خالص. بدات كنت اول لما بس انت مدرسه حكومه زي صح؟ حكومه. ايوه انا عارف الناس ما بتروحش مدرسه حكومه خالص. كنا بنروح كنا شديدين جدا. تعملوا ايه جوه؟ بنموت. لا والله يعني المدرسه ما فيش اي نوع من اي انواع الترفيه غير ان احنا كنا بنلعب كوره في ملعب رمل. يعني انتوا بتروحوا غصب عنكم عشان مثلا غياب، ولا انتوا بتروحوا عشان بتبقوا مبسوطين؟ بنروح عشان نبقى نقابل بعض. يعني بتقضوا اليوم بس جوه يعني؟ بنقضي اليوم جوه بمزاج. اوكي. مزاج مختلف خالص. اوكي. حاجه في منتهى. طيب احنا على ايامنا الكتاتان كان حاجه طبيعيه، يعني مفيش حاجه اسمها اصلا تروح المدرسه دي غير لو في حاجه مهمه قوي بتحصل في المدرسه لازم تروح، فساعتها تعالى نروح. طبعا يعني، بس ساعات اهلنا كانوا بيعرفوا، لان لما بتغيب كتير قوي وما بتروحش المدرسه خالص بيبعتوا بقى استدعاء مش عارف ايه، اهلك في وقت معين كده خلاص بيبقوا عارفوا ان انت كده وما بيبقوش مستغربين قوي، لان هم يعني بيبقوا متوقعين الموضوع. فكنا نروح المدرسه دي كل فين وفين. الكتاتان كان بيبقى قدام المدرسه، احنا كنا بنكتب المدرسه وكان في مدرسه بنات جنبينا، هي تبعنا بس هي مدرسه بنات يعني. انا كنت في مدرسه اسمها ام الابطال التجريبيه، كانت لغات. دي كانت حاجه مش عارف لسه موجوده التجريبيه دي، الحاجات التجريبيه لسه موجوده. التجريبيه دي كانت تبقى مدرسه لغات بس هي حكومه، فعيني العيال اللي جوه فاكرين نفسهم ولاد ناس بس هم مش ولاد ناس. والله انا في مدرسه لغات تدفع كام في السنه؟ 50 جنيه. مصاريف الكتب فيجي عيل في مدرسه بقى بجد انترناشونال ولا حاجه، تيجي تحاول تنضف وتقول له انا في 50 مثلا انت بتدفع 50 جنيه. فانت 50,000 جنيه مثلا. فكنا مدرسه التجريبيه دي كان في مدرسه تبعها بتاع البنات، البنات بيبقوا فيها يعني بيفرقونا عن بعض طبعا في اعدادي وثانوي. فاحنا كنا نطلع نقف قدام المدرسه ونقابل البنات اللي هم اصلا المفروض يبقوا معانا، بس هم مفرقنا عن بعض في مدرستين. فاحنا كنت احنا الاثنين بس انتوا صحاب.
احنا والبنات انتوا البنات كنتوا مع بعض في 6 ابتدائي، فانتوا بتطلعوا بقى تتقابلوا عارفين بعض او بتسمعوا بعض بتتعرف، ما وكده. انت بتقف قدام لا احنا لا المدرسة احنا لا احنا بقى احنا عندنا الجيل بتاعنا ما كانش كده خالص. احنا 6 ابتدائي البنات اختفوا. انت اللي كانوا معانا في دفعه 6 ابتدائي كانوا في مدرسة ايه؟ مدوخين. كنت في مدرسه اسمها اسامه عندنا في اكتوبر. أسامة. اسمها اسامه بوزيري. أسامة بس مدرسة أسامة. مدرسه اسامه. المدرسه دي كان يعني هو الفرق بيننا وبين مدرسه البنات سور وعليه سلك بشوك. ايوه العيال كانت عندنا بتنط. برضه العيال كانت بتنط. العيال بتنط تلاقي القميص اتقطع في البتاع. وقصص كانت لها مناطيل قصص. متعلقه ومش عارف ايه. احنا كنا بنخرج من المدرسه طبعا انت خارج من المدرسه جانجستر. خارج بقى قلع التيشيرت ولابس التيشيرت نص كم وحاطط على كتفك خارج كده. البنات مدرسه البنات كده فتقوم واقف بقى الناحيه التانيه والتكاتك بقى والعيال السرسجيه والسجاير تيجي بيخرجوا بقى البنات وكده اللي هو احنا ما نعرفهمش ولا هم ما يعرفونا. كان معانا بنات بقى معانا في المدرسه كنا كلنا في نفس الفصل بس فين وفين لما بنتكلم احنا والبنات اللي معانا. احنا يا عم كارفين لنا وبتاع كارفين لنا فاهم مش كلب انت بس مش كلمه عشان العيال بقى طالعه اللي زي الخط كده مش خالص. دي عايزين نتكلم عليها برضه، فرق الستايلات بين زمان ودلوقتي. انا هكلمك فاقول لك في سنه محددا سنه كذا مثلا، ودلوقتي بقى احنا في 2025 اهو. انا هتكلم مثلا هكلمك وانا قدك 17 سنه، دي كانت 2000 وكام، انا عندي 19 سنه 2000 وكام، انا عندي 34 2007 تقريبا 2007 كنت انا بتولد كنت انا بتولد من الحياه. تعال نتكلم عن الموضه بقى مثلا في 2007 و2025. ماشي. يعني انا الوقت 2007 ده كان مثلا الاستشوار، كان تامر حسني كان خارج دماغي. واللي مش بيسمع زي كده تامر حسني الحاجات دي انا كنت بسمع بقى، ما كانش فيه مهرجانات، فاللي عايز يبقى سرساجي شويه بيسمع مين؟ بيسمع 50 سنت. مش عارف ليه ما كانش فيه مهرجانات ولسه الجو ده ما كانش موجود قوي، بحاجه مختلفه. فاللي عايز يبقى سرساجي شويه بتجه للهيب هوب بتاع بره. بتسمع الشباب اللي هي الزناجره اللي خاربينها بره بقى، تحس ان ده شبه. وتلاقي العيال بقى كل الاغاني بتتكلم عن مخدرات وعن مش عارف ايه وبتاع، فبتقول بس هم دول. زي دلوقتي ده بقى في هنا بقى راب عادي، بس الراب ده كان بره زمان، وفي مهرجانات بتتكلم عن حاجات، لان انت مش تقدر تسمع طبعا طول الوقت حاجه بتتكلم عن الحب بس وبتاع، فساعتها بتبقى بتدور. فمثلا الموضه ساعتها كان شاب بتعمل سشوار، يا الا بتحلق. انا بحلق قرع من وانا صغير، انا عندي صور وانا مثلا عندي 15 سنه حالي. انا طولت شعري مرات قليله في حياتي وكنت بتضايق قوي من شكلي يعني صراحه. يعني انت من بحس كده ان انا بحب احلق، لان خلي بالك يعني بص على كوردي مثلا، تحس كوردي هتلاقيها بيحلق من هو طفل برضه. ليه كان الحلقه دي كانت هي يعني زي المولد يمكن دلوقتي. فاهم يعني لو انت حلقه قرع ده انت لا بس انا هفضل كده على طول. مش ما بحبش اقصر شعري. لا الشعر ده بالنسبه لي حاجه من شخصيتي. ما بص يعني انت عشان عجبتك عايز تفضل بيها طول نفس الكلام. مثلا لما كنت بحلق كنت عايز افضل بيها عليك. ما بالظبط يعني انت لو شعرك طول يعني لو طول لا هحسك كنت جاستن بيبر لما شعري بيطول بقى. ممكن احط لكم صوره اقسم بالله يعني بجد واحد تاني يعني حولت من جاستن بيبر لدريك. تخيلك بشعر ده كان شكلي غريب جدا. فالموضه مثلا كان الاستشوار، وان الشباب مثلا بتسقط اللي هو بقى الشباب اللي بقول لك الحلوه لما بتبقى روش بقى بتسقط البنطلون، كان نسبه بناطيل واسعه قوي اللي هي رجعت موضه دلوقتي. عامه الاوفر سايز كله رجع موضه. هو اصلا كان موضه زمان. هو في 2007 زي ما بقول لك دي كانت الموضه، انت بتلبس حاجات واسعه قوي مهوله، كم التيشيرت كان بيبقى هنا. شارلي هولمز دي كانت موضه ايامك للولاد والبنات، لو البنطلون بيبقى ضيق كده. الشارلستون ده كان موضه بس قبل 2007. ده كان موضه وانا في اعدادي مثلا. لو انت في اعدادي كانوا بيلبسوا بناطيل ضيقه من فوق واسعه قوي من تحت. كان شارلستون وجزمه سيفتي. ده كده لحد دلوقتي على فكره بقى كده. هو ده رجع سبحان الله. كل حاجه بترجع زي الاول. فدي كانت الموضه اللي هو كان 2007 دي كانت بقول لك يا الا حالق قرع، يا الا عامل استشوار ومش هتلاقي الشعر منفوخ كده قوي وبتاع، يا الا حالق وبتلبس اوفر سايز وبتاع. يعني يا الا انت شبه تامر حسني يا الا انت شبه 50 سنت. عشان الخص لكم الموضوع بس من الاخر. لكن دلوقتي في حاجات كتير. دلوقتي ايه غير المولد بقى دلوقتي؟ ايه غير المولد؟ عشان باسكت اللي هي زي ما دي باسكت. والله دي طلع رجعت موضه تاني. الناس كتير قوي باسكت والتيبر فيت حاجات كتير. لا حاجات حلو كتير والله. حاجات كتير. لا مش بتاعت زمان كلها بترجع مش حاجه واحده بس. عامه كلهم دلوقتي بيتعملوا ان الشعر طويل، ان هو طبعا اكتر حاجه بتجذب البنات، فانا عامل شعر طويل انا اعمل كده عشان بنات وكده. انت مرتاح في البودكاست؟ جدا. هو ده بودكاست؟ انت مرتاح؟ انا مرتاح جدا. في حسب الانتاج، في ميه جنبك معدنيه. يا جماعه كريم صارم جدا يا جماعه. ميه معدنيه وانا مع ازازه ثانيه يعني. بص ما بنشربش نفس الازازه كمان عشان عنده OCD. عشان عندي OCD وعشان ده انتاج برضه انا جايب ازازتين. ايوه يا جماعه لازم يبقى في
تاني حاجه عايزين نتكلم عليها، هنلعب لعبه دلوقتي اسمها لعبه المصطلحات. قبل ما صار الفيديو كان عمال يقول لي تعال نشوف مصطلحات زي ايه عشان هو قلت له مش 3 فاهم. كلمات ما عرفش يقولهم. فقلت له خلينا قدام الكاميرا، يعني دي حاجه احنا فعلا عشان يبقى واحنا مش محضرين اي حاجه، احنا بنتكلم على الله كده كده. بس دي انا قلت له بلاش نتكلم في اي حاجه، قلت له خلينا نقولها قدام الكاميرا على طول عشان لو في حاجه مش عارفها فعلا هتفاجئ بيها. لا هتفاجئ فعلا. ماشي. انت هتقول لي كلمه من الجيل بتاعكم دلوقتي وانا هقول لك كلمه من الجيل بتاعك، نشوف هنبقى عارفينها ولا لا. ماشي. ابدا. سكيت في حته مثلا وخلاص خلصنا سكيت وقلعنا السكيتات. فكره هو سكيتر برضه بس هو رولر يعني، هو هيخليه يعمل سكيت بورد. هتجي في البورد. فخلصنا طبعا. طبعا احنا شلتنا كبيره جدا، ففيهم عيال بدول فما بنحبهمش ناخدهم معانا، فاللي هو نعمل ايه بقى اللي هو عايزين تقولوا حاجه هم مش فاهمينها يعني. بس دي حاجه هتبقى للشله بتاعتكم، لا بس حاجه كله ماشي. ده مصطلح اللي هو نيجي كلنا فاحنا ماشيين فبقول لك ايه ده طرقع له يعني نفض له مثلا. طرقع له مش هيجي معانا. نفض له يعني نفض بس طرقع له. هي بيجي واحد كده في النص في وسطنا في شلتنا اللي هو احنا مثلا في المكان كله، فاحنا كلنا بنقول نفس الكلمه فاحنا طرقع له. فطرقع له ده اللي هو الكلمه اللي هو احنا مش عايزين ناخد حد معانا. فكله بقى بيقعد يقول له هيطرقعوا مين مش هيجي بتاع كده، فاهم؟ فبنقعد بقى نسحب نفسنا واحد ثلاثه ده امي بتولي بس انا مش عارف ابويا عايزني، نقعد نتفرق ونتقابل كلنا في القهوه، فاهم؟ انت ده بيطلع من طريق وانا بطلع من طريق عشان كلهم يعرفوا ان احنا مثلا ايه كل واحد مروح. بس انا في الاول. طيب هنقول المرادف بتاع كل كلمه هتتقال في الجيل والجيل بتاع انت قلت طرقع له. عندنا كانت الا حطه في ثلاجه. حطه في ثلاجه. يا الا نفض له طبعا اللي هي معروفه والناس كلها عارفاها. حطه في ثلاجه. والله جامده. انت لو حد كنت عايز تقول لحد انت منفض لي تقول له ايه يا عم انت حطيتني في الثلاجه ليه وبتاع. انت نفضت لي ايه يا دي انت كارفلي دلوقتي. انت كارفلي. هي كارف قديمه بس هي دلوقتي فعلا ترندنج. انت كارفلي فاهم وبتاع مش عارف. طيب اقول لك انا كلمه بقى. قول لي كلمه. وانت هتقول لي برضو المرادف بتاعها بتقولها ازاي دلوقتي. ماشي. هقول لك مثلا عايز افتكر لك حاجه تكون حاجه في الجون، حاجه ايكونيك في الجيل بتاعنا يا باشا. هي حاجه ايكونيك بس انا هحاول اعرفها على قد حازي الدفشه. دي اتلغت فعشان كده اخترتها، ما كانش في حد بيقولها دلوقتي خالص، بس دي فعلا في الهرم بالذات. الشباب اللي من الهرم هتبقى عارفه يعني حازي الدفشه. صعبه دي يعني. مستحيل. حازي الدفشه دي لو احنا ماشيين في الشارع وفي واحده جامده مثلا معديه، لو احنا راكبين عربيه وفي واحده جامده معديه، فانت عايز تقول لصاحبك ان في واحده جامده معديه فعايزين نشقطها مثلا، فاللي هو حازي الدفشه دي يعني اقطع على يا دين امي. في موزه يعني اقطع الموزه دي. يا دين امي يا جامد قوي. حازي الدفشه. اقطع الموزه دي. اقطع على اللي قدامك. ماشي. اقول لك احنا بنقولها ازاي. لا احنا بنقولها بطريقه لوكال جدا اللي هو بص قدامك مثلا بس احنا في شلتنا مش كلمه معينه مثلا. في شلتنا احنا كلمه معينه اللي هو في اسد بيعدي. اسد؟ بقت اسد؟ مش لبوه؟ لا. او مثلا بس وصلت الشاحن حلو. وصلت الشاحن. ده انت المفروض وصلت الشاحن دي انت لا خلاص مش هتكلم في الحاجات دي عشان الفيديو هيبقى مونتايز. بس وصلت الشاحن حلو. بس وصلت الشاحن دي المفروض الراجل مش ست. مش هي اليو اس بي. وصلت الشاحن. ما احنا بنقول حاجات مش مفهومه، احنا في الشارع وفي ناس حوالينا وبتاع. وصلت الشاحن فده ايه ده وصلت الشاحن؟ ماشي. طيب ودورك. اقول لك حاجه انت تمام مسحراتي. الساعه كام؟ لا ده بيجي بدري الساعه 11 مثلا. طب هو عشان بينام بدري بس سحرته بدري وبيروح بدري. طب هو داخل من على الكومباوند بقى بيقول لهم انا داخل اسحرهم. مش عارف بيدخلوني على البوابه ازاي. عادي. انت قلت للناس انا عايش في كومباوند على فكره. كريم من اغنى اغنياء مصر. لا والله يا جدعان اقسم بالله على الصوت وحتى ربنا. سريع والله العظيم بدفع الصوت. عنده ملايين في البنك. انا عايز اجيب لك كلمه انت مش بس لا يعني عامه مفيش كلمه. ليه يا عم اي كلمه اختار اي حاجه من الجيل بتاعك حتى لو انا عارفها ايه المشكله يعني. حاجه من الجيل بتاعنا. حاجه تريندنج دلوقتي. حاجه من التيك توك يا عم اي حاجه. مثلا انت معجب بواحده فهي دلوقتي بكرش عليها مش بكرش عليها. زمان كنت بتقول ايه؟ قبل هي كراش دي عامه بقى لها يمكن 10 سنين اعتقد. دي دوت تعجب بس دي اكتر حاجه دلوقتي. بس احنا بنتكلم عن 2007 فده اكتر من 10 سنين. انت معجب بواحده دلوقتي يقول لها يا نهار اسود 10 سنين ده من 2015. انا بتكلم عن 2007 خبر اسود يعني. لا ده في فرق. زمن كبير.
بكرش دي اللي هي المرحله اللي المفروض قبل ما كنت حبيت واحده. ما حبيتهاش، انا معجب بيها يعني معجب دلوقتي بيها. شداني ليها فانا بكرش عليها. انا بكرش عليها. فشوف شوف بقى. بيقولوا لي قبل الكراش صحيح، بيقولوا لي عجباني بحبها. لا مفيش بحبها، اصل انت ما وصلتش بس انت ما قعدتش معاها. اه انا معجب بواحده، شفت واحده وبقى في بينا كلام والكلام في الجامعه، في ثانوي مثلا، في الجامعه. في الجامعه بتاعي كنت بقول بكرش، يعني بكرش دي كانت موجوده انا في الجامعه، بس انا عايز طب يعني افتكر مفيش لك، كلمة- عايز افتكر لك في المدرسه قبل الجامعه ما كانش فيه بكرش فعلا. عايز افتكر لك بقى كنا بنقول ايه قبلها، يعني بتاعي كنا بنقول برضو العادي اللي هو معجب بيها، ما انا معجب بواحده طيب عادي جدا ما فاهم. انا اظنش ان معجب احنا عندنا الاختلاف اكنك في المصطلحات. قول اكنك انت بتحكي حاجه. لامك مثلا معجب بفلانه فاهم. فمعجب، لكن بكراش دي جديده جدا. طب قول انت حاجه. ماشي. حطه في ثلاجه. احنا قلنا قبل الفيديو بس عايز اقولها برضو، مرازمن، عشان مرازمن دي كانت برضو على ايامنا كانت كلمه مرازمن دي هي موجوده لحد دلوقتي. موجوده لحد شباب دلوقتي. بتقول ان رازمن كده فاهم، اللي هو يعني اعقل وبتاع. ماشي، يعني دي موجوده لحد دلوقتي. دي موجوده دلوقتي. احنا بنقولها ازاي؟ هو لا ماشي ممكن هي برضه. نفس المصطلح. طيب لو عايز تقول على حد بقى المصطلحات اللي اتقال على السرسجي، يعني السرسجي في كذا مصطلح بيتقال عليه. لا مش محتاج، دي قديمه قوي، دي لابوك وابوك دي الكلمه اللي بتتقال يا عم. عشان كده ابوك بيقول هو على طول انت شبهتك انت. عرباجي حنطور. انا اكتشفت ان العرباجي ده واحد بيقول لك انت عرباجي حنطور؟ عرباجي بجد والله. بيقول انت عرباجي، بس انا قعدت انت بقى عارف ان ادور انا في كانوا بيقولوا لي انت العرباجي عرباجي ايام المدرسه عشان انا كنت بربي حته من شعري كده. كان في موضه كده ان انت تربي حته صغيره ورا هنا. مش عارف مين الجزمه، انا ما اعرفش عمرو دياب ولا مين، كان في موضه كده انت تربي، فعملتها بقى شكلت لي انت عرباجي. العيال كلها بقى اللي انت عرباجي فاهم، عشان العلاقه العربجيه اللي بتلف بترويكا مش عارف ايه بتاع، كان شعرهم لون شعري بالظبط، يعني كان لون شعري مجرب كده فاهم، عشان كده ما بحبش اضرب. فالعيال كانت شعرها مجرب ومربيه حته هنا وحته هنا، فانا كان شكلي عربجي فعلا. اللي هو حرق كل ده في الديك يعني. فانا ما كنتش بتضايق الصراحه عشان حسيت ان شكلي عربجي بجد. لا بس السرسجي احنا دلوقتي بنقول عليهم روشين. دي حاجه. لا روشين دي بتاعتنا احنا. لا روشين جيلنا احنا يا جدع. احنا والله بتقول روشين يعني ما تكسفش ان انا اقول روش قدام حد صغير عليه، بحس انها قديم لو قلتها بجد. روش جدا، روش طحن. قشطه طمنتني والله، شوف بحس انها قديم لو قلت روش دي. السرسجيه دلوقتي بيتقال عليهم عيال زباله، اي حاجه زباله سرسجي. انت بتلبس بنطلون كاتنج انت مثلا الموضه بتاعتك انت بتاع فوقك من السرسجيه عشان بتقول متسول، بتقول متسول. التسول دي بتتقال كتير، لو انت تتسول، انت عيل تسول. عيل تسول شبه عيل تسول، وفي بنات تسول عشان بقى دلوقتي بقوا الاثنين في بنات سرسجيه. احنا بقى كنا بنقول عقباوي. لا اللي هو الشاب اللي يعني انا من العمرانيه طبعا زي ما انتم عارفين، ففي العمرانيه مثلا الشاب اللي هو شايل سلاح وبتاع وبيعمل مشاكل ومش عارف ايه. لا السرسجيه دلوقتي مش لازم يشيلوا سلاح. يعني هو السرسجي كشكل اللي هو انت لو ما خدتش الشكل السرسجي بقى بتحلق مولد، ومولد دي اللي هو قاعد دلوقتي اللي هو بيشيل كل ده بيسيب دول بس. هي زي العرف الديك تمام، بس هو فرق بس ان هو مش بيوقف شعره، هو بس بيسيبه كده وبيسيب دول. انت شعرك كيرلي، انت شعرك ستريت، انت شعرك ايا يكن، انت هتعرف تعمل ايه، انت هتعرف تبقى سرسجي. انا كنت بقول عقباوي دي عشان في اغنيه اللي هي بتاعت عقباوي. ايوه ما دي من عند والله العظيم اعتقد دي هو سمعها مننا يعني. عامه كنت بقول كنا انا واصحابي بنقول كلام في العمرانيه مثلا، بنقول النهارده ما فيش بقى ساعتها تيك توك او حاجه تخلي الكلام ينتشر، فتخيل كنا بنقول حاجه مثلا في العمرانيه كلمه تنتشر بين شلتنا، نروح مش عارف مصر الجديده العيال بتقولها، واحنا عارفين دي طالعه من عندنا متاكدين انها عيال في مصر الجديده بتقولها، دي راحت لهم من غير نت، دي راحت لهم من غير تيك توك راحت لهم من الناس ناس 200 تلاقي عيال في مصر الجديده. واحد مثلا عيال عندك في العمرانيه فقعد مع واحد مصر الجديده فوصلت كده. واحنا بنحب نقعد مع بتاع مصر الجديده قوي الصراحه، لحد دلوقتي اي حد نضيف كنا بنحب نقعد معاه. عشان بتحب تغير الكوميونتي اللي انت عايشين فيها. يعني مثلا لما ننزل مهندسين كنا مثلا ده مصيف بالنسبه لنا، اللي هو احنا لازم ننزل مهندسين عشان نغير مناظر كده وبتاع، ونقعد حتى مش نعمل حاجه، ننزل نتمشى بس شويه ونرجع. الموضوع اللي اختفى. نشرب سجاير، نعمل اي حاجه، فكنا بنروح. انت طبعا مش منطقتكم فانتوا بتعملوا اللي انتوا عايزينه. بالظبط، محدش يعرفك مع واحده ايا يكن بقى. فكنا نروح نصيف في المهندسين، في الزمالك، في مصر الجديده، الحتت دي يعني. على فكره احنا بنعمل كده بقى. صيفوا فين دلوقتي؟ تجمع. صح تجمع اي حته في زايد. بس عامة لو الشباب اللي هو يعني الطبقة المتوسطة يعني اللي ساكنين في اكتوبر، هو هيروح زايد هيبقى يعني اعتقد دلوقتي انتوا يعني ما بحسش ان في فرق الطبقات ده زينا، لان عندنا كان وحش شوية. لا هو دلوقتي وسخ يعني في طبقية قذر جدا، في طبقية. انا بحس ان انتوا خدتوا على بعض اكتر. احنا خدنا على بعض ليه؟ عشان بقينا كلنا في حاجة واحدة اللي هي الهدوم ستايل واحد. سرسجي ستايل واحد.
بس ايامنا كان في طبقيه بجد، لان كان هو بقى في الناس هو بتتكسف في تقول. طبقيه، هو في طبقيه لحد يعني دلوقتي. دلوقتي انا اقول لك عشان ده انا قلته في فيديو قبل كده، يعني زمان كان تتكسف لو انت من العمرانيه من بولاق، من امبابه، اللي من بولاق ومن امبابه يقول انا من المهندسين، اللي من العمرانيه يقول انا من الهرم. في ناس دلوقتي بيعملوا كده بس دول قليلين قوي، بس هو دلوقتي دي دلوقتي بقت حاجه فخر. اه، ما هو فخر، ده أنا انا بقول، ده منطقة الاختلاف. شعبية. جدع، ده انا الاختلاف. منطقه شعبيه. بالظبط. بس ما عامه كانش دلوقتي، فخر بقى خالص. دلوقتي لا بالعكس، العيال انت لو العيال اصلا لو وقفت في السرسجية. كمين وبطاقتك العمرانيه، لا هتتساب. يعني هيتعمل فيك. هتتساوي هتتشد. بس دلوقتي العيال الاغنياء اللي هم اولاد الناس بقى اللي عايشين مثلا في بالما هيلز وعايشين في كومباوندات والكلام ده، العيال الاغنياء اللي هم اهالي الناس هم بيحكوها في بيحكوا فيه اه كسرسجيه، كان عايشين في منطقه. انت قلت على نفسك سرسجه. ايوه والله. يعني انا عايش في ال 11 ده بالنسبه للناس ساكنين في زايد ده وباء. ايوه. ناس بتيجي تقعد معايا لو انت ساكن فين، اصل انا اصولي من امبابه، اصل انا مش عارف ابيع من أيوة. السويف. هو كل اللي في اكتوبر عامه ليهم اصول من تحت كده ده كده بس هو كلهم بقى اللي هو العيال نظيفه وعيال ولاد ناس. هو الواد يجي ابويا كذا وامي كذا وانا اصل انا ابويا سفير وامي وزير والواد تلاقيه لابس لبس بفلوس، الواد تلاقيه لابس لبس مثلا بتاع موبايلك او اعلى بكتير. تلاقي الواد بقى بيسقط البنطلون وفتح الانستجرام لقى مطوه بتتباع، فراح له هات لي مطوه. والله اصحابي عندنا انستجرام. في خوجه موجوده. الخوجه في خوجه موجوده بس ولسه بتقول عليها خوجه؟ لا بنقول عليها دبله. دبله، ما احنا كنا بنقول دبله برضه، بس الخوجه تحديدا يعني. لا بس الدبله ممكن تبقى كذا حاجه. بنقول دبله مطوه. شريتنا بنقول عليها زنجه. عادي. ايه السلاح الكومن قوي دلوقتي اللي احنا اسفين يا جماعه احنا بنتكلم بس ده بقى يعني لا خلاص الموضوع ايه السلاح اللي منتشر السلاح قوي المنتشر دلوقتي الناس بتتخانق بيه اكتر حاجه هو عامه يعني المطاوي، بس كذلك لسه 36 بقى والبطيخه. يا باشا طب حلو والله. لا احنا عايشين في مناطق طب دي ثقافه يعني عامه اعتقد دي ثقافه مصريه يعني اعتقد كذلك. بس دلوقتي بقى العيال الفانكي شويه اللي هم في زايد والتجمع اتخانقوا بالالكتريك. الاثنين مع الكتريك بيتقربوا في بعض. احنا الالكتريك ده برضه طلع على ايامنا بقى، كان طالع كنا ننزل نجيبه من سوق الجمعه عشان بيبقى مسروق. واحد صاحبي قبل كده مجنون يعني، بس الله يرحمه يعني. الله يرحمه. بس كله بحسب موتاكم، بس لازم احكي الموقف ده. مره كان شاري الكتريك من سوق الجمعه وقرر ان هو يخش يسرق بنزينه بالالكتريك. ده الله يرحمه. ربنا الله يرحمه بجد. هو عمل خطه، شاف الراجل اللي بيبقى واقف في البنزينه اللي بيقعد يدي فلوس ده، فهو قال لك بس اخش بالعربيه كهرباء واخد هو ده راجل كبير وقاعد معاه فلوس كتير قوي وبيبقى واقف بالليل، بيبقى الناس الثانيه نايمه او هو بيبقى واحد او اثنين واقفين بالالكتريك. هو جه يحكي لنا الخطه، بيقول لنا تعالى نعمل كده، بيقول لنا تعالى نخش عمل كده على الراجل. لا ما عملناش طبعا، محدش طوع يعني. بس هو كان عامل خطه بجد، هو كان راسم خطه بجد وكان بيقول ان احنا هنخش هنكهربه وانت هتروح داخل عليه خانقه ومش يا عم هو خطه ورسم خلاص بقى. لا هو انت عقبال ما تعمل الحكايه اللي انت قلتها دي ده في الشارع، ده في شارع الهرم، بنزينه في شارع الهرم كمان في شارع الهرم. فانت هتلاقي امك هيسلكت عليك. فالمهم ايه، في ناس اتخانقت، الشله كانت كبيره يعني، في ناس وافقت ان هي تعمل معاه كده وناس تانية يعني 5 وافقوا مثلا و5 ما وافقوش، والخمسه اللي وافقوا خلاص هيروحوا ينفذوا، والخمسه اللي ما وافقوش عايزين يقفوا في الناحيه الثانيه من الشارع يتفرجوا عليهم وهم بيتحبسوا. ودخل اللي وافقوا ولا لا انا ما كنتش انا ما اقتنعتش تماما باللي هو قاله ده خالص يعني. وبعدين اصلا بالنسبه لي ده راجل غلبان يعني، ما ينفعش كان عامل كام سنه وتزعله يعني. قدك تقريبا 17 اعتقد. ده وقت البنزين وانت عندك 17 سنه. 2007 العيال كانت بتعمل بلاوي عمرانيه بقى. كانت الفلوس ليها قيمه؟ مش زي دلوقتي طبعا خالص. يعني زمان 2007 كانت ال 100 جنيه يعني انت لو يعني احنا كنا خدنا من الراجل اللي بيعد ده، لو خدنا منه 5000 جنيه، انت عارف 5000 جنيه ساعتها دي كنا ممكن نسافر شرم الشيخ كلنا كجروب كبير 10 اشخاص وننزل في فندق وننبسط ب 5000 جنيه. والله العظيم نقضي كام يوم حلوين في شرم الشيخ يعني بجد. انت ال 100 جنيه ساعتها كانت بتعمل معاك ايه؟ 100 جنيه؟ لا 100 جنيه دي اصلا حلم يعني. حلم؟ يعني اقول لك على حاجه، يعني انا في الجامعه، انا اقول لك في الجامعه، في اولى جامعه 17 سنه في اولى جامعه، انا كنت بروح الجامعه كل يوم معايا مثلا ماكسيموم لو انا شغال والدنيا حلوه معايا انا كنت بصرف برضه على نفسي في الجامعه كده 15 جنيه مثلا 20 جنيه. بجيب بقى حاجه اسمها بطاطس تشانكيز كده، كانت فاتحه جوه الجامعه عندنا في 6 اكتوبر. البطاطس كده باكلها بالخله كده. بطاطس كده تاكلها بالخله وبتاع. انا كنت بشتغل موديل ساعتها وبتاع، كنت بكسب فلوس كويس، كنت بكسب فلوس حلوه، كنت بطلع في التلفزيون على فكره، وكانت ناس بتصور معايا في الجامعه والله العظيم. ومره عملت اعلان كوتونيل واتحط على المحور وبطلت اروح الجامعه 5 شهور بسببه. يلا ده فخر، مسحته على كل موبايلات صحابي. ده فخر. ده لو اعلان في اي حاجه واتحط على الكوبري انا لا ده كان فضيحه بجد. ده كان فضيحه. كنت لابسيني الفانيلا البيضاء بتاعت كوتونيل والسليب الابيض بتاع كوتونيل ومضايقين قوي ومركزين عليهم قوي، عاملين كلوز هنا وكلوز هنا. شكلي يعني بجد بقول لك مسحته، خدت موبايلات صحابي واحد قال مسحت الصوره بس فضل على الكوبري لان هم كانوا بيقعدوا يصوروها من على الكوبري. يا نهار اسود، بطلت لك قسم الاعلان اللي كان هنا وانا كنت بفكر ساعتها ارفع قضيه على كوتونيل
يا نهار اسود. والله قلت يمكن اخد فلوس منهم ولا. لا لا، أيوة. طيب العلاقات بقى، نتكلم في العلاقات. يا نهار اسود.